إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها اليوم تقريرا نشره موقع الجزيرة نت في 30 من أكتوبر الماضي بعنوان: هل ينجح الصومال بالانتقال لقوات إفريقية جديدة متجاوزا أثيوبيا؟ وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الصومال تستبعد رسميا أثيوبيا من المشاركة في قوات الاتحاد الإفريقي المقبلة، وتوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع أوغندا. ومجلس الأمن يسعى لمناقشة مسودة قرار جديد بشأن السودان يدعو لوقف إطلاق النار، والسودان يتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لقوات الدعم السريع. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. بعد استبعادها لأثيوبيا رسميا من قوات البعثة الإفريقية لدعم استقرار الصومال المزمع نشرها في الصومال مطلع يناير القادم، وقعت الصومال اتفاقية مع أوغندا للتعاون العسكري والأمن بين البلدين. ووقع البلدان الاتفاقية عقب زيارة وفد عسكري صومالي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع عبد القادر محمد نور إلى العاصمة الأوغندية كامبالا، وبحث الوزير الصومالي مع نظيره الأوغندي جاكوب ماركسون أبوت الهيكل الجديد لقوات حفظ السلام التي سيتم نشرها مطلع يناير القادم في الصومال باسم قوات دعم استقرار الصومال. وكان الصومال قد أعلن رسميا في 11 من نوفمبر الجاري استبعاد أثيوبيا من مشاركة قواتها في مهمة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال، التي تأتي خلفا لقوات حفظ السلام الحالية مطلع يناير القادم. وقال وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية إن القوات الأثيوبية لن تشارك في المهمة الجديدة للاتحاد الإفريقي التي ستخلف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال أتميس اعتبارا من يناير 2025. وأوضح الوزير أن قرار استبعاد أثيوبيا من هذه المهمة جاء نتيجة لانتهاكاتها سيادة الصومال ووحدته، خاصة بعد توقيعها اتفاقا بحريا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، مما أثر سلبا على العلاقات بين البلدين. هذا وتشارك أثيوبيا حاليا بحوالي 3000 جندي في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالي أتميس، بالإضافة إلى وجود حوالي 10,000 جندي آخرين في مناطق صومالية أخرى من خلال اتفاقيات ثنائية بين البلدين. ولمزيد من إلقاء الضوء حول هذا الخبر تابعوا معنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. يسعى مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسودة مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، ويطالب مشروع القرار الذي ساغته بريطانيا طرفي الصراع في السودان بإيقاف العمليات القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع دون عوائق. كما يدعو القرار المرتقب قوات الدعم السريع إلى وقف هجماتها على الفور. وفي الصعيد ذاته اتهمت الحكومة السودانية بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني بتسليم الإغاثة للدعم السريع والتعامل معها باعتبارها حكومة الأمر الواقع، معتبرة سلوك المنظمات أنه مخالف لأسس ولوائح العمل الإنساني. ودعت إلى عدم استقلال المنظمات العمل الإنساني في العمل السياسي وفق تصريحات المفوض العام للعمل الإنساني السوداني سلوى آدم بنية. بدوره قال مجلس السيادة السوداني الاثنين إن الخرطوم تقدمت للأمم المتحدة باقتراح يقضي بتشكيل آلية مشتركة تضم السودان وتشاد والأمم المتحدة،
وذلك بغرض تسهيل الإجراءات ومراقبة المنقولات الواردة إلى السودان. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نستعرض لكم فيها اليوم تقريرا نشره موقع الجزيرة نت في 30 من أكتوبر الماضي بعنوان: هل ينجح الصومال بالانتقال لقوات إفريقية جديدة متجاوزا أثيوبيا؟ نتابع. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم لاستبعاد الصومال رسميا أثيوبيا من مشاركة قواتها في مهمة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال، التي تأتي خلفا لقوات حفظ السلام الحالية مطلع يناير القادم. حيث أكد وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد القادر محمد نور رسميا السبت أن القوات الأثيوبية لن تشارك في المهمة الجديدة للاتحاد الإفريقي التي ستخلف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال أتميس اعتبارا من يناير 2025. وأوضح الوزير أن قرار استبعاد أثيوبيا من هذه المهمة جاء نتيجة لانتهاكاتها سيادة الصومال ووحدته، خاصة بعد توقيعها اتفاقا بحريا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، مما أثر سلبا على العلاقات بين البلدين. وأثيوبيا البلد المستبعد من المشاركة تحتفظ حاليا بحوالي 3000 جندي في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالي أتميس، بالإضافة إلى وجود ما بين 5000 إلى 7000 جندي آخرين في مناطق صومالية أخرى من خلال اتفاقات ثنائية بين البلدين. وهو ما يرى فيه المراقبون لمنطقة القرن الإفريقي إرهاصات نذر اندلاع الصراع بين البلدين، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار العوامل أو المهددات الأخرى المتمثلة في الصراع الداخلي في الصومال، والذي بدأ يتطور يوما بعد آخر بين الصومال وإقليم أرض الصومال الانفصالي، وبين الصومال وإقليم بونتلاند، وأيضا بين الصومال وولاية جوبلاند، التي وجهت الحكومة الفيدرالية تحذيرا لرئيسها هذا الأسبوع من إجراء انتخابات غير مباشرة في الولاية، وهددته باتخاذ الخطوات اللازمة ضده إذا أقدم على ذلك. فهل يا ترى ينجح الصومال بالانتقال لقوات إفريقية جديدة متجاوزا أثيوبيا ويحقق الاستقرار والأمن في البلاد؟ وهل يتمكن من تحييد خطر حركة الشباب التي تمثل تحديا كبيرا لكل الحكومات الصومالية المتعاقبة في هذا البلد المكلوم؟ وهل ستبقى أثيوبيا مكتوفة الأيدي وهي ترى قوات أجنبية تصول وتجول على تخوم حدودها مع الصومال؟ وهل يمكن لهذه القوات الإفريقية البديلة أن تغطي دور القوات الأثيوبية في تعاطيها مع تداريس وجغرافية الأراضي الصومالية، وبالتالي التعاطي والتكيف مع الشعوب الصومالية كما القوات الأثيوبية؟ وهل من الممكن أن يكون قرار الصومال استبعاد أثيوبيا من المشاركة في القوى المقبلة قابلا للتنفيذ، أم أن ذلك يأتي كغيره من الخطوات التي قام بها الصومال في الآونة الأخيرة في إطار ممارسة الضغط على أثيوبيا للتخلي عن اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعت مع أرض الصومال؟ حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نستعرض لكم فيما يلي تقريرا نشره موقع الجزيرة نت في 30 من أكتوبر الماضي تحت عنوان: هل ينجح الصومال بالانتقال لقوات إفريقية جديدة متجاوزا أثيوبيا؟ نتابع. راديو إرنا. راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. يقول التقرير: جاءت جولة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود التي أجراها لكل من جيبوتي وأوغندا وبروندي وراوندا وكينيا المساهمين في بعثة القوات الإفريقية الانتقالية أتميس لمناقشة المرحلة الانتقالية الأمنية للبعثة في هذا البلد لتصبح باسم البعثة الإفريقية لدعم استقرار الصومال الصوم. لكن هذه الزيارة جاءت أيضا
في سياق فك العقد التي هندستها أثيوبيا العضو في البعثة بعد أن ساغت مخاوفها من تداعيات محاولات استبعادها من البعثة الإفريقية الجديدة باجتماع ضم وزراء الدفاع الأفارقة في 16 من أكتوبر الماضي في أديس أبابا، حيث تتمسك الصومال بحق سيادتها باختيار الدول المشاركة في البعثة الجديدة، وذلك لضمان مصالح شعبها وللمواءمة بين مهام البعثة ومصالح البلد السيادية. وفي هذا السياق يقدم هذا التقرير إجابات عن المرحلة الانتقالية الأمنية بالصومال، ويطرح تساؤلا حول ماهية أسباب مساعي الانتقال من بعثة انتقالية إلى أخرى داخل الإطار الإفريقي، وطبيعة مهامها الجديدة، ودلالات زيارة حسن شيخ محمود للدول المساهمة بقوات أتميس، ومدى إمكانية نجاح مقديشو بإبعاد أثيوبيا عن المشاركة في البعثة الجديدة. وفي معرض إجابة التقرير عن سؤال ما دلالة الجولة الإفريقية للرئيس الصومالي، يقول التقرير في الإجابة على هذا السؤال: لا يمكن قراءة جولة الرئيس حسن شيخ محمود إلا في إطار العملية الانتقالية التي تستعد الصومال لخوضها بداية العام المقبل لاستبدال البعثة الإفريقية الحالية، بالتزامن مع التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي فرضت على الصومال توسيع تحالفاتها العسكرية لتحقيق نوع من التوازن بين قوى المنطقة، بحسب تصريحات النائب في مجلس الشيوخ الصومالي وعضو اللجنة الخارجية بالبرلمان أيوب إسماعيل. ويضيف قائلا إن جولة الرئيس تأتي أيضا في إطار التأكيد لكل من جيبوتي وأوغندا وبروندي وراوندا وكينيا على موقف الصومال الرافض للمشاركة الأثيوبية في البعثة الجديدة، في إطار التأكيد لكل من جيبوتي وأوغندا وبروندي وراوندا وكينيا على موقف الصومال الرافض للمشاركة الأثيوبية في البعثة الجديدة، باعتبار أنها لا يمكن أن تساهم في بناء واستقرار الصومال وتنتهك سيادته وتهدد وحدته في آن واحد، ليؤكد أن هذا هو مصدر القلق للصومال، وقد يتفهم الكثير من زعماء الدول المساهمة هذا القلق. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي تأتيكم اليوم بعنوان: هل ينجح الصومال بالانتقال لقوات إفريقية جديدة متجاوزا أثيوبيا؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وحول التساؤل الثاني: ما الأسباب الكامنة وراء توسع تحالفات الصومال بالمنطقة؟ يجيب التقرير مستهلا بقول النائب الصومالي أيوب إسماعيل بأن دوافع توسيع التحالفات بالمنطقة وخارجها تأتي في سياق المخاطر الداخلية والخارجية التي يواجهها الصومال، حيث لا يزال البلد يواجه تحديات أمنية كبيرة أبرزها خطر حركة الشباب، كما أن مقديشو تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي من خلال توسيع تحالفاتها الإقليمية، وخاصة ما بعد انتهاء بعثة أتميس نهاية العام الحالي، من أجل تقليل الاعتماد على الدعم العسكري الخارجي. وتابع قائلا: إن العامل الآخر هو التنافس الإقليمي والدولي بمنطقة القرن الإفريقي، حيث تتم إعادة تشكيل في التحالفات إلى جانب مساعي الصومال لمواجهة المخطط الأثيوبي لانتهاك سيادته وتحقيق منفذ بحري بالبحر الأحمر عبر توقيع مذكرة تفاهم غير قانونية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. إذن لماذا يسعى الصومال للانتقال من بعثة أمنية لأخرى؟ يجيب التقرير عن هذا السؤال نقلا عن أستاذ كلية العلوم السياسية والإدارة بجامعة مقديشو أويس محمد حسن بقوله: إنه بعد 17 عاما من الاعتماد على الدعم العسكري الإفريقي الخارجي، يسعى الصومال إلى تولي مسؤولية أمنية وإنهاء مهام البعثة الإفريقية الحالية، ويأتي ذلك بعد المكاسب الأمنية التي حققها الجيش الصومالي ضد حركة الشباب وتحريره أكثر من 50 مدينة وقرية وبلدة جنوب ووسط البلاد من قبضة الحركة، إلى جانب استلام نحو 20 مركزا عسكريا من قوات التميس خلال العامين الماضيين، دون أن يؤثر انسحاب القوات في تغيير شيء على أرض الواقع. وأضاف محمد حسن أويس أن كل هذه الإنجازات تبرز قدرة الجيش الصومالي على مواجهة حركة الشباب، مما أكسب الحكومة ثقة المجتمع الدولي، ليستدرك قائلا: لكنه بسبب الخوف من تضييع هذه المكاسب التي تحققت على مدى الأعوام، توصل الشركاء الداعمون لأمن الصومال إلى أهمية تشكيل بعثة أمنية جديدة بصلاحيات محددة تتمثل في حماية المؤسسات الرئيسية ودعم الاستقرار، تمهيدا لتسلم الصومال مهام أمن البلد بشكل كامل. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي تأتيكم اليوم بعنوان:
هل ينجح الصومال بالانتقال لقوات إفريقية جديدة متجاوزا أثيوبيا؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحول الإجابة عن طبيعة مهام البعثة الجديدة بالصومال، يقول الضابط المتقاعد شريف ربو إنه على الرغم من عدم الإعلام بعد عن كافة المعلومات المتعلقة بطبيعة عمل هذه البعثة الجديدة، إلا أنها تأتي كعملية دعم سلام ثالثة لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال خلفا لأتميس. وأضاف أنها تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز القدرات الأمنية الوطنية تمهيدا لنقل المسؤولية الأمنية بشكل تدريجي إلى القوات المحلية بدلا من البعثة الحالية التي تهدف بشكل أساسي إلى تحجيم نفوذ حركة الشباب. ويكشف ربو أن الحكومة ستستضيف في نوفمبر الجاري اجتماعا مع ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لبحث طبيعة عمل البعثة وتشكيلاتها واحتياجاتها المالية، والتي تشير تقارير أنها ستتألف من 11,146 عسكريا بالإضافة إلى 680 شرطيا و85 موظفا مدنيا موزعين على 4 أقسام. فهل يستطيع الصومال إبعاد أثيوبيا من المشاركة في البعثة الجديدة؟ يجيب المحلل السياسي في مركز الصومال للدراسات محمد عبده بالقول إن إمكانية إبعاد أثيوبيا عن قائمة الدول المساهمة في بعثة الصومال ليست بالأمر الهين، رغم تضمن معايير الاتحاد الإفريقي اشتراط موافقة الدولة المضيفة على الدول المشاركة، مضيفا أن مبررات الصومال لإبعاد أثيوبيا عن البعثة الجديدة في محلها، وخاصة فيما يتعلق بالسيادة ووحدة أراضيه. لكن فيما يخص أثيوبيا التي ظلت عضوا نشطا في قوات حفظ السلام بالصومال طيلة السنوات الماضية، فقد يتطلب الأمر من مقديشو تحركا دبلوماسيا كبيرا لإقناع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بموقفها تجاه أثيوبيا، وهو ما أكدته الحكومة الصومالية بإعلان موقفها الرافض لمشاركة قوات أثيوبية في البعثة الجديدة السبت الماضي. إذن ما فرص أثيوبيا بتأمين دورها في الصومال والمشاركة في البعثة الجديدة؟ تأتي الإجابة على لسان رئيس المعهد الأثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد، الذي قال إن القوات الأثيوبية أثبتت أنها مطلوبة للمشاركة في قوات حفظ السلام الإفريقية بسبب فعاليتها من حيث الإعداد والعدد ونوعية التجارب المتنوعة والناجحة، وهو ما جعل مشاركتها في الصومال أمرا مطلوبا لدى مجلس الأمن والسلم الإفريقي. وبحسب ياسين أحمد فإن أثيوبيا لديها تجارب في الصومال جعلتها الأكثر دراية بطبيعة حفظ السلام في هذا البلد من حيث خبرتها بالجوانب الأمنية والاستخباراتية إزاء أكبر مهدد مثل حركة الشباب. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي تأتيكم اليوم بعنوان: هل ينجح الصومال بالانتقال لقوات إفريقية جديدة متجاوزا أثيوبيا؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. ويختتم التقرير بتساؤل أخير يقول: لماذا ترغب القاهرة بالمشاركة في البعثة الإفريقية الجديدة في الصومال؟ لتكون خاتمة الأجوبة للباحث في مركز الصومال للدراسات محمد عبد الشيخ، الذي يرى أن مصر كان لديها وجود دبلوماسي وثقافي في منطقة القرن الإفريقي منذ عقود، ولكنها تريد حاليا أن تعززه بالمشاركة الأمنية في بعثة السلام المقرر نشرها بالصومال عام 2025. ولهذا قدمت هذا المقترح الذي حظي بالترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. ويضيف محمد عبد الشيخ أن مصر ستتولى ملف الأمن بالاتحاد الإفريقي، وهذا ما يمكن أن يعزز دورها وفرص المشاركة في البعثة الإفريقية الجديدة بالصومال. ويشير محمد عبد الشيخ أيضا إلى جودة العلاقات الصومالية المصرية وتوقيع البلدين مؤخرا اتفاقية أمنية في 14 من أغسطس الماضي بالقاهرة، وهذا ربما يعزز دور مصر الأمن بالقرن الإفريقي، ومشاركتها تهدف لدعم استقرار الصومال وتحقيق مصالح البلدين. بيد أننا نقول مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إن رغبة القاهرة المشاركة في هذه القوات الجديدة لا يأتي منطلقا من تعزيز وجوده الدبلوماسي والثقافي في المشاركة الأمنية في البعثة الجديدة فحسب، وإنما وراءه رغبة أخرى تتعلق بمصلحة مصر الاستراتيجية لضمان حصتها من مياه نهر النيل، التي ترى أنها قد تتأثر بشكل أو آخر بسد النهضة الأثيوبي ومشاريعه المستقبلية، وهو ما عبر عنه بشكل واضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
أثناء لقائه وزير الخارجية السوداني المعين حديثا علي الشريف في القاهرة الأسبوع الماضي، حين قال إن تحقيق الأمن المائي مسألة وجودية لا تقبل التهاون. وبناء على هذا التقدير جاء الدعم المصري للصومال على المستوى الإقليمي من خلال مواقفها المتشددة تجاه سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وكذلك توقيع اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين مؤخرا، وإمداد الصومال بالأسلحة والمعدات العسكرية، لتتوج تلك الرغبة في تحالف ثلاثي إريتري مصري صومالي في قمة أسمر الأخيرة، التي سجلت زيارة تاريخية للرئيس السيسي كأول رئيس مصري يزور إريتريا منذ استقلالها عن أثيوبيا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الصومال تستبعد رسميا أثيوبيا من المشاركة في قوات الاتحاد الإفريقي المقبلة، وتوقع اتفاقية عسكرية وأمنية مع أوغندا. ومجلس الأمن يسعى لمناقشة مسودة قرار جديد بشأن السودان يدعو لوقف إطلاق النار، والسودان يتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لقوات الدعم السريع. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.